هاي يا أصحابي، فاكرين لما اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الصلاة؟ النهاردة هنتكلم عن سؤال ناس كتير قوي بتسأله: ازاي اتكلم مع ربنا؟ هو يعني لازم اكون في الكنيسة ولا ممكن اكلمه وانا في اوضتي عادي؟ عارفين يا أصحابي، ربنا مش بيستنانا في مكان معين، هو بيسمعنا في كل مكان، في البيت وفي الشارع وفي المدرسة كمان، لأن ربنا مش بعيد، هو قريب جدا 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 مننا يا أصحابي الحلوين. ولما تكلم ربنا مش لازم تكون حافظ كلام معين، قول اللي جواك بمنتهى البساطة، زي كأنك بتحكي لواحد صاحبك. مثلا: يا رب أنا خايف من الامتحان، يا رب ساعدني أكون طيب النهاردة، يا رب شكرا إنك بتحبني. وكل مرة بتقول لربنا حاجة الكلمة بتوصل له فعلا، وهو بيسمعنا حتى لو ما تكلمناش بصوت عالي، لأن ربنا بيسمع القلب قبل اللسان. طب يا ترى ازاي نعرف ان ربنا سمعنا؟ اوقات بنحس براحة في القلب، واوقات بنلاقي ربنا بعت لنا علامة صغيرة، زي صديق ساعدنا او كلمة شجعتنا او مشكلة اتحلت يا اصحابي. كل دي طرق ربنا بيكلمنا بيها. فكروا كده يا اصحابي، الصلاة مش واجب، ده علاقة حب بيني وبين ربنا. كل ما اتكلمه اكتر اسمعه اكتر واحس بيه اكتر. يلا نقوله مع بعض يا حلوين: يا رب يسوع خليني اسمع صوتك في قلبي واكلمك كل يوم بحب. باي باي يا اصحاب الحلوين، ربنا يفرح قلوبكم كلكم وكل يوم كمان.